السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ وحشتوني. إمتى تروح لدكتور الباطنة أو دكتور الباطنة بيكشف على إيه؟ يعني الباطنة دي يعني البطن ولا إيه بالظبط؟ إيه الباطنة دي؟ بص يا سيدي، الأمراض الباطنة هي أكبر علم في أمراض الطب، أكبر علم في الطب كله. البطنة بيخش فيها تخصص اولا الجهاز الهضمي، الكبد، الصدر، الروماتيزم، امراض الدم، الامراض النفسيه والعصبيه. تمام. كل ده بيدخل، الغدد، السكر، الكلى، ايه تاني، الميتابوليزم، السمنه والنحافه اللي هي الدهون والسمنه والنحافه، وامراض الدم والكلى والجهاز الهضمي، وكل دي هي المفروض تخصصات دكتور الباطنه بيكون عارفها. تمام. طيب انا كدكتور باطنه عامه، تخصصي الاساسي هو جهاز هضمي، كبد وجهاز هضمي. هتجيني لو عندك ايه؟ اولا الضغط والسكر. الضغط لو مرتفع مفيش مشكله، السكر لو مرتفع مفيش مشكله. طب امتى هحولك لدكتور قلب؟ هحولك لدكتور قلب لو انا مثلا عايز ايكو، لو انا مثلا في حاجه شاكك فيها ناحيه القلب، انت محتاج انترفنشن، محتاج قسطره مثلا، احولك على دكتور القلب. في بعض اطباء الباطنه بيعرفوا يشتغلوا ايكو كويس جدا، فعادي مفيش مشكله. انا لو عندي ايكو بعرف اشتغله، مش هحولك على دكتور القلب عشان يعمل لك ايكو. تمام. ايكو ده يعني اشعه تلفزيونيه على القلب. تمام. طيب الضغط بنعالجه. لو في عدم انتظام ضربات القلب، بنعالجه برضه. في بعض الدرجات من عدم انتظام ضربات القلب، لا بنقول لك والله لا، الحاله بتاعتك ديت لازم تروح لدكتور متخصص قلب فقط. تمام. يعني مثلا حالات الايه، في حالات الرفرفه، حالات حاجه اسمها ساينس تاكيكارديا، او لو ضربات القلب مش منتظمه بشكل احنا هنعالجه، مفيش مشكله. تمام. بالنسبه للسكر، كل حالات السكر تقريبا بنعالجها. لو حاله السكر بتاعها مش متظبط، او على العلاجات بتاعتي مش متظبطه، او الحاله فيها حاجه غريبه، بنبعتها لدكتور امراض سكر فقط. تمام. الجهاز الهضمي طبعا بكل فروم اي تو زد بنشتغله وبنعالجه ان شاء الله. حالات الكبد برضه، حالات الفيروسات الكبديه، حالات تليف الكبد، حالات التهاب الكبد، بالهارسيا على الكبد. تمام. برضه التروبيكال، امراض الحميات دي طبعا دي تبع تخصص البطنه. تمام. يعني حالات التيفود، حالات البروسيلا، حالات الاف ام اف، الفاميليا متريان فيبر، حمى البحر الابيض المتوسط، دي برضو تبعنا، وبنعالجها وبنمتحنها في الماجستير وبنمتحنها في الدكتوراه وعلينا زي الكتاب ما بيقول. طيب الصدر، واحد عنده حساسيه صدر، عادي هنعالجها. التهاب على صدره عادي، نزله شعبيه، نمونيا، التهاب رئوي بس مش بالشكل، مش سيفير نمونيا، لان سيفير نمونيا او التهاب رئوي حاد شديد جدا، ده بيحتاج يتحجز في المستشفى، وساعات بيدخل عنايه مركزه. تمام. الحالات النفسيه والعصبيه اغلبها بنبعتها للدكتور النفسيه والعصبيه، لان بتبقى اولا محتاجه قعده طويله مع دكتور النفسيه والعصبيه، محتاجه تظبيط علاجات معينه. اغلبنا كاطباء باطنه ما بيبقوش على درايه كامله بادويه النفسيه والعصبيه، فاغلبها الغالب يعني 90% من الحالات دي بنحولها. تمام. امراض الجهاز الهضمي دي بتاعتنا من الالف للياء. تمام. طيب امراض الدم في حاجات احنا ينفع نعالجها وفي حاجات ما ينفعش نعالجها. يعني مثلا حد عنده انيميا، نقص حديد، نقص الحديد ده لا، ده بتاعنا نقص الحديد، احنا بندور على السبب، واكتر سبب لنقص الحديد بيبقى من الجهاز الهضمي. تمام. طيب مثلا واحد عنده سلاسيميا، حالات السلاسيميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط، لا دي ما يفضلش ان احنا نعالجها، دي بنبعتها لدكتور امراض الدم. حالات الليمفوما، اللي هو الورم في الغدد الليمفاويد، بنبعتها لدكتور امراض الدم. حالات الكرونيك مايلويد ليوكيميا، حالات اللوكيميا، احنا اللي بنبعتها. بس مين اللي بيشخصها؟ احنا اللي بنشخصها، لان الحاله غالبا بتعدي علينا احنا الاول. حاله بتبقى جايه عندها انيميا، دوري انا كدكتور باطنه شاطر ان انا افصص الحاله وامسكها
واشوف سبب الانيميا ايه، نوع الانيميا ايه، لان الانيميا ممكن يكون انيميا عاديه، ممكن يكون عنده ورم في المعده، ممكن ورم في الدم، ممكن اي مصيبه. كلمه انيميا دي ممكن يبقى وراها اي مصيبه. تمام. السكر عادي، احنا بنعالج بالسكر وبنعالج بالاقراص وبنعالج بالانسولين وبنظبط النظام الغذائي ونظبط كل الشغل ده. تمام. طيب طيب الدكتور الباطنه عنده اشعه ولا ما عندوش اشعه؟ الاشعه بتفرق جدا 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 على ابعد الحدود. تمام. واحنا الاشعه دي المفروض شغلها تخصص اشعه، ولكن جهاز الاشعه هو جهاز مساعد ليا جدا جدا في شغلي. تمام. ليه؟ لان ساعات مريض بيجي لي بيشتكي من بطنه. تمام. ببص عليه الحاجات اللي بتبان لي كويس. طبعا جهاز الاشعه قدرته في التشخيص بيعتمد على كفاءة الطبيب 1,000,000%. يعني على جودة الجهاز 10%، على كفاءة الطبيب في استخدام جهاز الأشعة 90%. تمام. يعني أنا لو عندي الجهاز وما بعرفش أشتغل عليه وما بعرفش أفسر الصورة اللي بتطلع لي يبقى ملوش لازمة. تمام. يعني مش معنى ان انا الجهاز مش بيقول، الجهاز لما انا بحط البروب على بطنك كده ما بينطقليش او ما بيكتبليش الجهاز والله ده المريض ده عنده كذا، ما بيدينيش تشخيص، لكن الجهاز بيديني صورة. كفاءتي انا في تفسير الصورة ديت هي اللي بتفرق. كفاءتي انا ان انا اطلع احسن صورة تديني احسن تشخيص هي دي اللي بتفرق. يا ما جالي حالات عندها حصوات على الكلى، عندها اورام على الكلى، يا ما طلعنا حالات اورام على الكبد، تليف على الكبد، اي حاجه، اورام على المثانه، حتى حالات انا شخصيا اي ست بتجيلي لازم اكشف على النساء، اكشف على الرحم، اكشف على المبايض بالسونار، لان ياما طلعت حالات اورام على المبايض بالسونار بتاعي، طلعت حالات اورام ليفيه، طلعت حالات، كل ده السونار بيساعدني فيه. فوجود السونار عند دكتور بيعرف يستخدم جهاز السونار بيفرق جدا جدا. انا لما بيجي لي حاله وابص الاقي الدنيا تمام، خلاص ما بطلبش منها سونار، وفرت عليها ثمن السونار. ما انا مش كل حاله هتجيلي هبعتها تعمل سونار. السونار دلوقتي بكام؟ ب 150 ب 200 جنيه، انا بوفر عليك ثمن السونار. تمام. ولكن الحاله اللي بشوف فيها حاجه، الحاجه دي تشككتني والله، يعني ده شكله كذا، ده المنظر ده منظر كذا، حتى لو انا متاكد 1,000,000% ببعته يعمل سونار في مركز اشعه عشان حاجه اسمها الميديكو ريجاليتي، ان في ما يثبت ان في التشخيص الفلاني. يعني مثلا واحد انا كشفت عليه جاي بيشتكي ببطنه، بصيت عليه لقيت والله لقيت فيه ايه، حصوه في المراره، والمراره دي محتاجه تتشال. تمام. باجي اعمل ايه؟ بقول له روح اعمل لي اشعه في مركز اشعه عشان خاطر نتاكد ان المراره ايه، الكلام ده صح. بيجي لي التقرير والله 1 2 3، اجي ابعته للجراح، الجراح بيجي ايه واخد الاشعه واخد المريض وعامل له العمليه. طيب مريض مثلا جاي بيشتكي بالكشف، انا شكيت ان في زايده في منطقه الزايده، لقيت في التهاب في منطقه الزايده وتجمع وكلام من ده، برضه مش هنفتح بطن العيان غير لما ناخد تقرير من دكتور اشعه ان ده كذا. تمام. منظر قدامي مش مريحني، حتى لو مش واصل للتشخيص يبقى انا عرفت ان المريض ده محتاج اشعه تلفزيونيه. ما هو يا اما كل مريض هيجي لي هبعته يعمل اشعه تلفزيونيه، يا اما هبعت المريض اللي هو يستدعي بس. لو انا قدرت من خلال الاشعه ان انا افرق ان المريض ده محتاج، ده مش محتاج، ده لوحده كفايه جدا، ده لوحده كفايه جدا جدا جدا. وفي حاجات بنشخصها من دون ما نبعت، خلاص ده عنده تليف على الكبد، تضخم في الطحال، حصوه على الكلى، تمام، حصوه في المراره، كل دي حاجات خلاص شخصناها. عايزين ناخد خطوه تانية تستدعي وجود اشعه في ايدينا، او هبعته لدكتور تاني او هبعته مستشفى محتاجين حاجه في ايديهم، بنبعته يعمل الاشعه وتبقى معاه. فالسونار فارق جدا. بيعتمد على ايه؟ على كفاءه الدكتور اللي ماسك الاشعه. هو الاشعه اساسا ده في تخصص اسمه تخصص الاشعه، دكاتره زمايلنا تخصص اشعه. احنا لما بيبقى عندي حاله شاكك ان فيها 1 2 3 ببعت له. تمام. انما انا مش كل حاله تجيلي هبعتها، يبقى انا كده المريض استفاد ايه؟ طب ما هو يروح من غير ما يجيلي يروح يعمل اشعه تلفزيونيه في المركز الاشعه، ويروح المعمل يقول له اعمل لي اشعه وحلل لي كل التحليل وخلصنا على كده، يروح الصيدليه يصرف. ايه قيمه الطبيب؟ قيمه الطبيب ان انت بتجيلي بتشتكي لي شكوتك، باخد الشكوى افصصها. والله انت قاعد قدامي بتشتكي من ايه؟ بشتكي من 1 2 3 4. ده في دماغي ده احتماليه الاحتمال 1 2 3 4 من الامراض، استبعد كذا واستعمل كذا. طيب المريض ساعه ما بيدخل عليا مشيته بميز بيها، المشيه نفسها بشخص بيها مرض، شكل المريض، وشه، شكل جسمه بشخص بيها مرض. ده داخل شكله كذا،
والله المنظر ده منظر مريض الكذا، تمام، وهو بيتكلم طريقته في الكلام، صوته، التون بتاعه. طيب اطلع على السرير، طلعت على السرير، قست الضغط، تمام، سمعت صدره، سمعت قلبه، كشفت عليه بايده، كشفت بالسونار، انا كده حجمت، يبقى هنا بستبعد المرض كذا وبستبعد كذا وبستبعد كذا، فضل لي كذا، يبقى احتمال كذا واحتمال كذا، يبقى انا هختار مثلا التحليل الفلاني عشان خاطر يقول لي ايه اذا كان كذا او كذا، تمام، او ياكد. او انا مثلا شكيت في المرض الفلاني، المرض الفلاني ده في تحليل بيقول والله اذا كانت النسبه قد كده او النسبه قد كده، تمام. فده دوري كطبيب، تمام. واحد بينهج مثلا، واحد بينهج، النهجان ده النهجان ده ممكن يكون عنده انيميا، ممكن يكون عنده مشكله في القلب، ممكن يكون عنده مشكله في صدره، ممكن يكون عنده مشكله في عضلات صدره. الانيميا ذات نفسها، طب ده عنده انيميا، الانيميا هل نقص حديد، هل انيميا تكسيريه، هل في ايه، هل ايه. دوري انا كطبيب الباطنه، طبيب الباطنه بالذات هو اللي هيعرف يفصص لك الليله دي بحل. ما انت بتنهج هتروح لدكتور الصدر ودكتور القلب ودكتور، لا، انت هتيجي لدكتور البطنه الشاطر هيعرف يقول لك والله ده انت بتنهج بسبب ان انت عندك حساسيه على صدرك، انت بتنهج بسبب ان عضله القلب عندك ضعيفه، انت بتنهج لان انت عندك انيميا، انت بتنهج لان انت عندك توتر وقلق، انت بتنهج لان انت وزنك زايد. ده القلب كويس، انا هو بصيت على القلب، تمام، علامات ان عضله القلب في علامات تبين ضعف عضله القلب، علامات حطيت السماعه اعرف اسمع الصدر كويس، اعرف ان ده لا ده صدر فيه حساسيه ما فيهوش حساسيه، تمام، لا ده انت بتنهج عندك دهون عندك، تمام. فقيمه دكتور الباطنه الشاطر اللي قاري كويس ان هو هيوفر عليك لف كتير وجهد كتير، وهنعالج. انا مش هقول لك انا بعالج كل الحالات، لا، يعني مثلا 80% من الحالات دي عندي بتكمل معايا وبنديها علاجها وبتتحسن ان شاء الله. حالات تانية لا والله ده انت مثلا انت مشتبه مثلا يكون عندك ضرر، لا روح لدكتور الصدريه. انت مشتبه يكون في مثلا ورم في الرئه بعد الشر، روح لدكتور الصدريه او دكتور الاورام. انت حاله روماتويد، حاله روماتويد خفيفه وبتتحسن على العلاج هنكمل، حاله روماتويد ما بتتحسنش هحولك لدكتور الروماتيزم، تمام. نفس الكلام في كل الايه، في كل الامراض. عندك حساسيه صدر هعالجك، تمام. عندك التهاب على صدرك هعالجك، عندك مثلا التهاب في زورك في اللوز مثلا هديك علاج لالتهاب اللوز. طب والله اللوز دي كبيره ومحتاجه تتشال ومش عارف ايه وما تتحسنش، او اشتباه مثلا ان يكون في خراج مثلا على اللوز ومش عارف ايه، لا روح لدكتور الانف والاذن هيفيدك اكتر، تمام. فدي الحاجات اللي انت ممكن، التخصصات اللي انت ممكن تروح فيها لدكتور باطنه. طب عندك وجع في العظم كله، عظم جسمك كله، لا هتروح لدكتور باطنه ما تروحش لدكتور عظم. تروح لدكتور عظم امتى؟ لو عظمه واحده اللي عجباك، سوري اللي وجعاك، لو مفصل، لو كتفك وجعك روح لدكتور عظم. طب كتفك وظهرك ورقبتك وجسمك كله انت مش عارف فين اللي وجعك بالظبط، لا روح لدكتور الباطنه عشان يكشف عليك ويطلب لك التحاليل ويفحصك ويشوف انت جسمك وجعك ليه، تمام. لان دكتور العظم مش هيعالج جسمك كله، دكتور العظم بيعالج عظمه، بيعالج مفصل، تمام، بيعالج عظمه مكسوره، بيعالج مفصل ملتهب فيه خشونه فيه كذا محتاج يتحقن محتاج يتغير محتاج علاجات، تمام. عظمك كله وجعك، لا هتروح لدكتور الباطنه. شوف اذا كان انت مثلا عندك مرض روماتيزمي، عندك مرض في جسمك في الدم في كذا في كذا، هو اللي عامل الايه، هو اللي عامل التعب اللي عندك ده. يا رب تكونوا استفدتوا من الكلام ده، يا رب. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لا عشان خاطر اوفر عليك حيره ان انت تروح لمين، ان انت تروح لمين لتخصص ايه، تمام. عشان في ناس كتير جدا بيبقى عنده شكوى ومش عارف يروح لتخصص ايه، مش عارف يروح لتخصص ايه، تمام. بس اشكركم لحسن استماعكم ودعواتكم بالتوفيق، وربنا يشفي كل مرضانا ومرضاكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.